أنا بقالي أسبوع بدور على فلاشة فيها فيديو مهم جدا، تقريبا فيديو الحلقة الثالثة. بس طلع عندي تقريبا 4 فلاشات وكلهم نفس الشكل. فتحتهم واحدة واحدة، لقيت صور فرحي على فلاشة فيها ميمز، وواحدة تانية فيها ملف إكسل فاضي، وحاجات أنا مش فاكرها أصلا. وفكرت اللحظة، هي دي كلها بيانات ولا أنا اللي تايه؟ النهارده هنتكلم عن الهرم اللي مش بيتاكل. في عالم البيانات احنا محتاجين نرتب دماغنا. لازم يكون عندنا نموذج ذهني يرتب افكارنا ويساعدنا نفهم ونقلل الزحمه اللي بتحصل حوالينا من كم المعلومات اللي بتحصل طول الوقت. يعني زي ما بتحط خريطه قبل ما تسافر، لازم تحط اطار تفكر بيه في البيانات. في هرم مشهور جدا اسمه Data Information Knowledge Wisdom، وده اللي بيساعدنا نحول أكوام البيانات اللي حوالينا لحاجات ليها قيمة، وبيطبق فكرة البيانات في القاع والحكمة في القمة. فتعالوا نطلع السلم ده خطوة خطوة ونفهم التفاصيل بتاعة الهرم اللي مش بيتاكل ده. البيانات مجرد حاجات متناثرة، رقم، كلمة، مقالة، صورة، فيديو، صوت. يعني أنا لو لقيت ورقة مكتوب عليها رقم 4، ده معناه إيه؟ مفيش معنى. 1 2 3 4. عمر الطفل 4 سنين. شايفين؟ رقم 4 من شوية كان رقم بلا قيمة، كان لسه ما تفسرش. بس لما عرفنا إنه سن الطفل بقى معلومة، لأن اتحط له سياق. يعني بالمختصر أضفنا لرقم 4 معنى. بس هل المعلومة دي كفاية؟ يعني عرفنا إنه عنده 4 سنين. طب لو عرفنا إنه بيروح الحضانة يوميا ما عدا يوم الخميس والجمعة، وكل يوم بيرجع الساعة 4 العصر تقريبا، وبعد ما بيرجع بيغير اليونيفورم بتاعه وبيبدأ إن هو يتغدى، وبعد كده بيلعب شوية مع زمايله في الجاردن، كده احنا بنعمل ايه؟ كده احنا بنربط، والربط ده اسمه معرفة. المعرفة هي انك تشوف الصورة الكبيرة، مش مجرد معلومة او معرفة وخلاص، مش مجرد معلومات متفرقة. اخر درجة في السلم ويزدم، وهي الحكمة، وهي انك تاخد قرار ذكي. يعني تقول مثلا بلاش انه يفضل يلعب بعد الساعة 6 علشان ده هيأثر على انه ينام بدري. فدي كانت بيان اتحول لمعلومة، ثم تفسر وتحول لمعرفة، ثم أخدنا قرار بحكمة. الخلاصة، البيانات مش كفاية، السياق مهم، والربط أهم، والتصرف الصح هو الحكمة. ارجع بص حواليك، ايه أكتر حاجة بتشوفها كل يوم ما عملتلهاش ربط ما بينها وما بين حاجات تانية؟ جرب تطبق الهرم اللي مش بيتاكل عليها، واكتب لنا ايه هي الحكمة اللي انت خرجت بيها. وده كان الهرم اللي مش بيتاكل. سلام.